مرتضى منصور يعود ويهدد عرش حسين لبيب داخل نادي الزمالك. قضية جديدة من مرتضى منصور لعزل مجلس إدارة نادي الزمالك وإبطال العملية الانتخابية داخل القلعة البيضاء. تفاصيل وكواليس ظهور مرتضى منصور بعد غياب طويل ورسائل نارية كالمعتاد، والناقد الرياضي الأستاذ أمير سعد والعبد لله علي خلاف بنفتح النار على المخربين داخل القلعة البيضاء وخارجها. لايك وشير في كل مكان. لازم الفيديو ده يوصل لجمهور نادي الزمالك عشان بجد لازم يكون ليكم وقفة قدام ما يتعرض له نادي الزمالك من حدث معتاد ونتائج تخريبية أيضا معتادة. لو سيادتك بتشوفنا لأول مرة دوس كلمة متابعة لصفحة الأستاذ أمير سعد وأيضا صفحة علي خلاف. ننزل بالبرومو وندخل في التفاصيل على طول. يمكن أستاذ أمير ظهور المستشار مرتضى منصور بعد غياب بنتكلم من شهر 8 اللي فات، واحنا قرار عزله. يعني اعتقد ان احنا في منتصف شهر نوفمبر او حتى كمان عدينا منتصف يعني شهر نوفمبر، داخلين على نهايه شهر نوفمبر. يعني تقريبا الاستاذ مرتضى منصور وبعد استقاله مجلس اداره نادي الزمالك والقضيه الاخيره بتاعه الاستاذه لمياء خيري اختفى تماما من المشهد الرياضي والسياسي ومن على الساحه، وعاد بشكل مفاجئ جدا. وتفاجأنا بالاستاذ مرتضى منصور يعود وتحدث عن نادي الزمالك وتحدث عن المجلس المنتخب وعن العمليه الانتخابيه، واكتشفنا ان في دعاوى قضائيه. في البدايه يعني حابب حضرتك تتكلم مع جمهور الزمالك، لان الفيديو ده لازم يوصل لجمهور الزمالك. ايه هي القضيه ومين اللي رفع القضيه وعاوزين ايه اصلا في قصه القضيه؟ يعني هو في البدايه خلينا نتكلم يعني منذ رحيل او قرار عزل مرتضى منصور. يعني الجميع توقع ان الامور برضو مش هتمشي، يعني هو مش هتعدي بسهوله. يعني الجميع قال مرتضى منصور مشي، هل هيحق ليه اللي هو ينزل الانتخابات اللي فاتت دي ولا لا؟ الجميع كان بيترقب حتى اخر ثانيه في صح. تقديم المرشحين لاوراقهم، ان هو مرتضى جاي يا جماعه، ده مرتضى خلاص داخل على النادي. طب ده احمد مرتضى داخل على النادي، هو هينزل على منصب الرئيس عشان يبقى ريمونتادا خلفا لمرتضى منصور في نادي الزمالك. كان في زي ما نقول سسبنس كده لاخر لحظه في انتخابات نادي الزمالك في لحظه تقديم اوراق المرشحين. صحيح. اول ما الباب التقديم اتقفل الجميع توقع الانتخابات، حتى وانا كان من اولهم وانت برضه يا علي. صحيح. توقعنا ان حتى لو الانتخابات عدت يوم الترشح بشكل طبيعي ومفيش اي حاجه، لازم هيبقى في حركه هتحصل. والعرف اللي بيحصل في كل الانتخابات لنادي الزمالك اتعودنا عليه تقريبا من حفظناه خلاص من قديم الازل، واللي نوى عليه اكتر من 2005 اللي كانت بدايه دخول الزمالك في ساحات القضاء. فلقينا بعد كده ان نادي الزمالك بيدخل بعض المرشحين اللي لم يوفقوا، واللي كان حاجه تكسف الصراحه، اللي هم ما كانش اصلا يعني مش عاوزين نقول ملوش قبول لدى الجماهير. يعني ما هو بالارقام يا استاذ امين. يعني الاصوات الباطله كانت اكتر من اصواتهم هم يعني ذات نفسهم يعني. فالجميع توقع، واحنا كنا كلنا متوقعين ان لازم هيحصل طعن في انتخابات الزمالك. ما ينفعش انتخابات الزمالك تعدي كده بشكل مريح هادئه سالمه، مش موجوده في نادي الزمالك. يعني في بعض الانديه الثانيه ممكن تحصل حاجات تبطل العمليه الانتخابيه برمتها، ولكن في نادي الزمالك ما بيحصلش الكلام ده. ممكن نقول الزمالك فوق اي عضو، فوق اي يعني لاعب واي رئيس، فوق اي لاعب، فوق اي شخص جوه كيان نادي الزمالك ومنتمي لنادي الزمالك. ولكن مش ده اللي بيحصل جوه قلعه كبيره بقيمه القلعه البيضاء. فاللي حصل وكنا متوقعينه، بدا الثوره بتاعته امبارح، ان خلاص دخلنا بقى في الجد. القضاء ابتدى يصعد من الامر ده ومن الدعوه دي. اتحالت للمفوضين لجلسه 17/12، واصبح الامر او مستقبل نادي الزمالك على كف عفريت. هل القضاء هيقبل بالطعن المقدم من قبل المرشحين، ولا هيحصل
مفاجاه، او مش عارف هتبقى ساره للبعض طبعا ومحزنه للبعض، اللي يتم رفض الدعوه و صحيح. يعني ابطال الدعوه من المرشحين اللي هم لم يوفقوا. قبل ما ندخل في تصريحات الاستاذ مرتضى منصور، عاوزين نقول لجمهور نادي الزمالك مين مكمل في نفس المسلسل المتكرر، مين عاوز يعرقل مسيرة نادي الزمالك، مين بيرفع قضايا وطعون، مين بعد الانتخابات وطلعنا احنا كصحفيين عشان احنا في قلب المشهد طلعنا قلنا يا جماعه ارجوكم بلاش طعون، خلاص الجمعيه العموميه اختارت احمد فلان، كل الدعم لحضراتكم طالما انتوا هتشتغلوا لصالح نادي الزمالك، محدش يرفع طعون. عاوز اعرف بقى مين حضراتكم، يعني ايه الاسماء، الاسم وعدد الاصوات، وفي نفس الوقت تاريخ حضرتك داخل نادي الزمالك، وهل حضرتك الاصوات كانت متقاربه فشعرت بالظلم كان ليك فرصه مثلا، وكان ليك فرصه فبالتالي انت رفعت عشان ترد مظلمه لحضرتك؟ يعني ما احنا عايزين نعرف حضرتك مين. هل مثلا الكابتن فاروق جعفر، ما هو هل مثلا الاستاذ هاني العتال هو اللي رفع قضيه يا استاذ امير مصر مثلا، بما ان الفرق كان حوالي 250 صوت؟ يعني فرق ضئيل جدا. يعني فرق هو اول واحد اللي يقدم طبعا. وبعدين لو رفع قضيه ما هو ممكن اصلا الاعاده او القصه والابطال ما تيجي في صالحه، احنا بنتكلم في كده وبقوه طبعا. لكن انا عايز حضراتكم مين، عايزين نعرف الاسماء، قول لي الاسماء. يعني هو في البدايه نقول ماجد الحنبلي، يعني ده اللي كان مرشح على منصب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. يعني يا جماعه لو قلت لكم هو واخد كام صوت، يعني انا لو دخلت اصلا انتخابات نادي الزمالك كنت خدت، يعني مع احترامي ليه طبعا بالتاكيد، يعني كنت خدت اصوات اكتر من، انا اصحابي هناك في نادي الزمالك اكتر من يعني 200 واحد، اكتر من العدد الاصوات اللي خدها ماجد الحنبلي. يعني انت تخيلوا كام صوت هو خدهم ماجد الحنبلي، يعني واخد 94 صوت. استاذ يعني ماجد حضرتك بقى مين في نادي الزمالك، او حضرتك عملت ايه في نادي الزمالك؟ ما هي الخلفيه بتاعت حضرتك داخل نادي الزمالك، وما هي الاهميه اللي حضرتك قدمتها لنادي الزمالك؟ عملت ايه؟ حضرتك مين؟ بص يا استاذ ماجد عشان نكون صريحين مع بعض وصرحاء مع بعض ومع جمهور نادي الزمالك، احنا مش طالعين نزيف او طالعين نميز او طالعين نداري. حضرتك داخل انتخابات نادي الزمالك وانت تعلم انك لن تفوز، لان مفيش اصلا ارضيه شعبيه. حضرتك لو سالنا 10 من اعضاء 10 بس من اعضاء الجمعيه العموميه مفيش واحد فيهم يعرف حضرتك، مش هقول لك واحد، لا مفيش واحد يعرف حضرتك، ده قبل الانتخابات. احنا داخلين الانتخابات عشان الشهره وفقط. طب حضرتك جايب 94 صوت، كابتن حسين لبيب نجح بكام صوت؟ على ما اعتقد 15000. كابتن حسين لبيب 15229 صوت. 15229. اللي بعد عمر هريدي 965 صوت. لو هناخد وفقا للكشف يعني فاروق جعفر 2024 صوت، عمر هريدي واخد 965 صوت، فاروق جعفر واخد 2024 صوت، ماجد الحنبلي اللي هو قدم الطعن 94 صوت. ميرفت الاستاذه ميرفت يعني استاذ ماجد، يعني حاجه تكسف والله، حاجه تكسف بجد. الاستاذه ميرفت واخده 654 صوت. يعني الاستاذه ميرفت يعني اللي هي المفروض، لا انت في الحاله دي انت بتقول سيده نازله على منصب الرئيس، المفروض يعني هي اللي تاخد ال 4 وسيده محترم، والمستشار عمر هريدي رجل محترم، حتى الكابتن فاروق جعفر رجل محترم، لانهم بعد ما الانتخابات خلصت هذه هي اختيارات الجمعيه العموميه، كله طلع بيانات. وزي ميرفت اللي كانت غاضبه جدا من سير العمليه ومن النظام ومن البلطجه، ونشرنا الكلام بتاع الاستاذه ميرفت ونشرنا الكلام بتاع المستشار عمر هريدي. قالوا ايه يا استاذ امير؟ يعني هو قال لك كان في بلطجيه وفي ناس يعني هاجمتنا وكان بنتعرض لمضايقات طيله اليوم الانتخابي، وكنا ما عندناش من الاريحيه اللي احنا نقدم برنامجنا للاعضاء، لان يوم الانتخابات بالتاكيد بيفرق. يعني مزبوط. تقديم البرنامج قبل اليوم الانتخاب حاجه، ويوم الانتخاب ده تاني حاجه، يوم الانتخاب ده حاجه تانيه خالص. مظبوط. فانت كان يهمهم اللي هم يكونوا عندهم من الاريحيه والوقت وفقا لروايتهم اللي هم يقدموا نفسهم للاعضاء الجمعيه العموميه اللي هم بيجوا بكثافه يوم الانتخابات عكس الايام اللي بتسبق العمليه الانتخابيه. فهم كان من باب اولى هم اللي يقدموا الطعن، مش مع احترامي ليك يا استاذ ماجد مش حضرتك اللي تقدم الطعن، لان انت راسب، يعني انت اخر واحد في الكشف 94 صوت. استاذ ميرفت اللي كافحت، واللي كان الناس بتقول حاجه غريبه جدا، ازاي سيده تمسك رئاسه نادي في مصر؟ يعني النادي من انديه القمه، احنا كان قبل كده النادي النصر ومسكته استاذ صاحب عبد الحق، دي موجوده يعني، ولكن هو النادي مش رياضي بشكل كبير.
فالنادي الزمالك او النادي الاهلي ازاي تمسكه السيده، ولكن رغم من كده خدت فوق 600 صوت. يعني انت حضرتك خدت 94 صوت، فامر يعني كان من يعني من البديهي والطبيعي ان انت تقول انا فرصتي في الانتخابات دي ما كانتش موفقه، صحيح. هحاول في الانتخابات اللي جايه. ده كان المفروض رد الفعل الطبيعي منك يعني. قبل الانتخابات يا ماجد بيه، انا شفت المستشار عمر هريدي وعملنا معاه لقاءات وشفناه على وسائل الاعلام، وكان له برنامج ورؤيه ما. شفت الاستاذه ميرفت السيد وكانت لها رؤيه وتفكير ما لحل المشاكل. شفت الكابتن فاروق جعفر وكان له رؤيه معينه ما لاداره نادي الزمالك. حضرتك الوحيد اللي حتى ما شفتكش حتى بتتكلم عن برنامجك، لان يا استاذ ماجد ما فيش برنامج. احنا داخلين وكعادة عدد من المرشحين داخلين انتخابات نادي الزمالك عشان يبقى اسم المرشح على رئاسة نادي الزمالك، اسم ملزوق في نادي الزمالك. فخلاص اكيد حضرتك خدت شهرتك واخدت كفايتك من الشو الاعلامي، والناس اتكلمت واحنا اتكلمنا على حضرتك. ايه لازمه الطعن؟ عمل دعايه ب 5000 جنيه اللي هي رسوم الترشح للمنصب يعني، وخلصت. هو ده الفلوس اللي دفعها. استاذ ماجد، لو اعيدت انتخابات نادي الزمالك حضرتك كنت واخد كام؟ 94 صوت. لو بقوا 5 اصوات ارجع قول عليها ما فهمش حاجه. ده ال 94 صوت كمان ممكن نكيف في اعضاء واحد بالزبط. مش عاجبه مثلا اللي نازلين على مناصب الرئاسه الثانيه، فقال لك ادي للشخص ده مفيش مشاكل. صحيح. يعني دي ممكن تكون واحد غلط فقال لك بدل ما ابطل الصوت الانتخابي في الرئاسه خلاص انا علمت عليه مفيش يعني ده من حظه ونصيبه. لكن كلها امور وارده. لكن 94 صوت يا استاذ ماجد وتقدم طعن وتهدد استقرار كيان كبير بحجم كيان نادي الزمالك، يعني امر يكسف الصراحه. وكنت اتمنى ان هي ما تجيش من يعني منك او من اي حد كان المفروض انه زملكاوي، والمفروض انه كان داخل عشان يخدم نادي الزمالك. ده المفروض. فبالمناسبه الدعوه القضائيه فيها عدد من ال الاسماء، بس مش هنتكلم عنكم بقى. يعني انتوا لو عاملين الدعوه القضائيه عشان نقول الاسماء ونقول استاذ كريم وليه يا استاذ كريم وليه يا استاذ احمد وليه يا استاذ فلان، مش هنتكلم عن حضراتكم. اي حد بياخد خطوه هو عارف ومتاكد وجمهور الزمالك كله عارف انها تخرب النادي، مش هنديك اللي في بالك. لكن تعالوا بقى نتكلم هنا عن الاستاذ مرتضى منصور. طبعا كامل احترامي وتقديري. قبل ما نتكلم عن الاستاذ مرتضى منصور مش هنقول اسامي برضو زي ما انت ما قلت، ولكن الاسامي الثانيه، الاسم الثاني اللي كان على منصب نائب الرئيس برضو كان المركز الاخير في عدد الاصوات في المنصب ده. المناصب الاسم الثالث اللي هو كان على منصب عضويه فوق السن، يعني كان عدد كبير مترشح في المنصب أيوة. ده كان واخد برضو من اقل الاصوات اللي اترشحت او اقل الناس اللي خدت اصوات في المنصب عضو فوق السن، وهكذا يعني عدد اصواتهم اللي قدموا الطعن يعني لا يذكر. وكان واحد فيهم المركز الاخير، واحد فيهم من اقل الاصوات فوق السن. يعني صحيح. حاجه تكسف، وخصوصا انتوا كده بتهددوا كيان كبير زي كيان نادي الزمالك في استقراره. يعني احنا كنا مصدقنا نقول ايه، مع ان احنا كنا عارفين وقاريين السيناريو اللي هيحصل. يعني صحيح الانتخابات هتعدي بشكل طبيعي، لا مش هيحصل في جوه نادي الزمالك، ولكن كنا نتمنى اللي هي ايه الامور تعدي. بس لو هيحصل اي طعن او هيحصل اي ازمه يعني كانت تيجي من حد دي فرصه كبيره زي الاستاذ هاني العتال او غيره من المرشحين اللي كان ممكن يكون ليه فرصه اللي هو يبقى في مجلس اداره نادي الزمالك، ولكن تيجي من ناس ما كانش ليهم فرصه تذكر اصلا. ولو اتعادت الانتخابات مليون مره مع احترامي ليهم ما مش هينجحوا او مش هيبقى ليهم اي تواجد. فيعني حاجه الصراحه تحزن. واللي هي تيجي من حد من المفترض ان هم يكونوا زملكاويه، ده امر يزعل يعني. صحيح. نروح للاستاذ مرتضى منصور. استاذ مرتضى منصور، احنا قلنا احنا كامل احترامنا وتقديرنا للاشخاص لاشخاصهم، لكن احنا نتحدث عن قرارات. هذا اولا. ثانيا الى الاستاذ مرتضى منصور، احنا شفنا حضرتك موجود في محكمه القضاء الاداري وطالع بتقول اصل هم انتدبوني، اصل مفوضيني، ورحت قدمت مستندات وحوافظ اوراق تفيد ما يثبت أن عملية انتخابات نادي الزمالك باطلة وغير صحيحة، وبدأ بشن هجوم كبير على الكابتن حسين لبيب وعلى أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، واتكلم عن تراجع نتائج الفريق، واتكلم إن حسين لبيب أو كابتن حسين لبيب نجح بالألتراس ونجح بالناس بالإخوان المسلمين، وإن في ناس دخلوا كانوا عاملين علامة رابعة. يعني أهو كلام بيتقال. أستاذ مرتضى منصور، سنة الحياة يا فندم، نادي الزمالك ده مش ملك لحضرتك ولا ملك للكابتن حسين لبيب. أتيت ورحلت
وبقي الزمالك وأتى الكابتن حسين وسيرحل الكابتن حسين وسيبقى نادي الزمالك، وجاء حسن عامر وحلمي زمورة والكابتن أو الدكتور كمال درويش ورحلوا عن نادي الزمالك وبقي نادي الزمالك. دي سنة الكيانات الكبيرة. لكن واضح ان الأستاذ مرتضى منصور حاسس ان نادي الزمالك يعني بالبلد يقول لك ايه، لازقه بغيرك. انا ملزوق في نادي الزمالك ونادي الزمالك ملزوق فيا، انا مش هسيب نادي الزمالك، لا ده ملك ليه؟ لا حضرتك يا استاذ مرتضى دلوقتي اصبحت من وجهه نظري انا الشخصيه تشكل خطرا وماشي في نفس الطرق والاتجاهات اللي حضرتك لا طالما اشتكيت منها اثناء فتره تواجدك، وطلعنا برضو اثناء فتره تواجد الاستاذ مرتضى منصور قلنا دافعنا عنه وانتقدنا الاخرين وانتقدنا الاخرين. هل بقى من المنطق ان حضرتك ترجع تكرر نفس القصه ازاي؟ يعني امر غريب جدا. يعني هو فعلا كان بيشتكي ان دايما الناس في زي ما بنقول بتدبدب وراه، ودايما مدخلاه في مشاكل ومخلياه تركيزه بالكامل ما يبقاش في اداره شؤون نادي الزمالك. نفس الامر او الشكوى اللي بيشتكي منها لقيناها هو برضو بيقود جبهه الطعن على النتيجه او جبهه المعارضه. يعني في الفاظ كتير ممكن تتقال، ولكن يعني مش هنكمل في حكايه الالفاظ دي. احنا يعني كنا نتمنى لمرتضى منصور اللي هو انت الناس بتقول ان انت سبب المشاكل، كان من باب اولى انك تبعد خالص علشان تقول للناس انا بعيد اهو، ما عنديش اي يعني انتقاد او معارضه للمجلس الموجود، او حتى لو كان الانتخابات فيها حاجه نادي الزمالك هو مصلحته بالنسبه لي اهم، ما عنديش طعن او عندي مصلحه من الطعن. انا كده كنت بره الانتخابات. روايتك امبارح انك بتقول ان هم اللي دعوك عشان تكون موجود وتترافع عنهم في القضيه اللي موجوده دي، بحكم ان عندك من الحنكه والخبرات في الملفات دي هتقدر تجيب لهم حقهم. كان المفترض ان انت تقول لهم لا انا بعيد خلاص، ربنا يوفق نادي الزمالك ومصلحه نادي الزمالك عندي اهم، زي ما بيحصل في انديه تانية. احنا برضو لازم نكون بنطبق السنه دي ونبعد عن اي ازمات هتتصدر للمجلس حتى لو انا على خلاف معاهم، لان نادي الزمالك هو في الاخر اللي هيتاثر، مش الاشخاص اللي انا هرفع ضدهم القضيه دي او اللي انا هقود جبهه المعارضه للمرافعه في القضيه المنظوره حاليا قدام القضاء الاداري. صحيح. فبالتالي انا كنت اتمنى ان يكون من تحكم خبراتك وتحكم السلوكيات بتاعتك شويه او الضبط النفسي شويه، انك تبعد عن الامر ده برمته. ولكن زي ما نقول كده، مش عارف اقول بعد خبراتك دي انت وقعت في الفخ ده وانك يعني بتخسر اتجريت للسكه دي. ولكن كنت يعني انا حزين انك يعني ما حطيتش مصلحه نادي الزمالك صح قدامك. لسه عندك برضو الطموح انك تصفيه حسابات، وواضح كده من الصوره برضو ان انت عندك طموح انك ما تبعدش عن رئاسه نادي الزمالك، لان رئاسه نادي الزمالك بتخليك دايما في بؤره الضوء. فانك تكون بعيد عن نادي الزمالك دي بالنسبه لك ما بتبقاش حاجه كويسه، وبتخليك بعيد، وده بيأثر عليك في امور تانية. صحيح. فللاسف يعني صحيح. كما توقعنا هو ده حصل، وتوقعنا ان مرتضى منصور حتى لو ما نزلش الانتخابات هيكون متواجد بطريقه او اخرى في العمليه الانتخابيه. العمليه الانتخابيه ما بتنتهيش في نادي الزمالك باعلان النتيجه، لا بالنسبه لي بتكمل لغايه ما ينتهي فتره الطعن على الانتخابات. بالظبط. الى الاستاذ مرتضى منصور، يعني انا مكمل مع حضرتك في افتراضاتك. حضرتك قلت ان الزمالك او انتخابات الزمالك باطله، وانا هفترض معاك ان القضاء، طبعا لا نعلم احكام القضاء وانا احترمها ايا كانت، ولكن انا هفترض مثلا على سبيل المثال ان صدر حكما قضائيا ببطلان انتخابات نادي الزمالك. هندخل في موضوع اللجان تاني. هل حضرتك هتؤيد مثلا الاستاذ ماجد فاروق الحنبلي ان هو يبقى رئيس نادي الزمالك؟ اكيد لا. هيبقى حضرتك موجود. طب وحضرتك رجعت نادي الزمالك، الف حمد لله على السلامه يا استاذ مرتضى، ماذا ستفعل في هذه التركه؟ ولو حضرتك عندك حلول، طب ما حضرتك اصلا كنت موجود وقلت خلاص كده انا استسلمت وسايب النادي. الاستاذ ممدوح عباس انا بره المشهد، انا مش موجود، ارفع الحجز وساعد النادي، انا بره.
ده بالنسبه لي كانت خلاص استسلام، مصلحه نادي الزمالك ومصلحه أهم شيء نادي الزمالك عندي. لكن ما شفناش كده يعني. وانا اخدت الجمله دي وقلنا برافو استاذ مرتضى. شابوه لمرتضى منصور، خلاص كده أعتقد- مرحله جديده في نادي الزمالك يعني. اعتقد ان ما يحدث دلوقتي ليس في مصلحه نادي الزمالك. انا مش عارف الجمهور الناس اللي بتشوفنا هيكون رايها ايه. انا مهم جدا تكتبوا لنا رايكم في الكومنتات وتشيروا الفيديو ده في كل الجروبات، لان مش كل الناس بتتكلم في الملف ده بالذات. انا ما اعرفش، في ناس بتخاف تتكلم في القصه دي، لكن احنا بندوس وبنكمل ان احنا ملناش وبنتكلم مصلحه مع حد عالي، عشان المصلحه. احنا ملناش مصلحه مع حد، ولا حسين لبيب ولا ممدوح عباس ولا كمال درويش ولا مرتضى منصور. ولو كنا ايام محمد حسن حلمي برضو اسطوره من الاساطير بالتاكيد ما كناش طبعاً. هنبقى معاه. احنا مع نادي الزمالك. لو انت مع نادي الزمالك بالنسبه لك هيبقى اي حاجه بعد كده منطقيه لما بتتكلم، لكن طبعاً. انت مع شخص هتدافع عنه سواء هو غلطان او مش غلطان، وده امر جوه نادي الزمالك يعني ورم زي ما بنقول او مرض خبيث غريب. ما بنتخلصش لغايه دلوقتي منه. فكنت اتمنى ان تكون بدايه عهد جديد جوه نادي الزمالك، ولكن للاسف يعني لا جديد يذكر ولا قديم يعاد زي ما بنقول. نتمنى خير نادي الزمالك، ونتمنى الناس كلها تكتب رايها علشان هنرد على كومنتات حضراتكم بشكل كامل ومش هنسيب كومنت واحد. شكرا لحسن المشاهده والى اللقاء.